انك تركب مركب في بحيره وجوه كهف، الموضوع مختلف تماما. انا جاي اكلمك النهارده على جزيره مايوركا، اكبر جزيره في اسبانيا. اشهر مكان لازم تزوره هو كهف دراش، وده مش مجرد كهف عادي، ده عالم تاني تحت الارض. اول ما بتدخل بتحس كانك في فيلم خيال علمي، وانت في الكهف هتشوف احلى حاجه موجوده، بحيره مارتل اللي جوه الكهف. البحيره دي مشهوره انها واحده من اكبر بحيرات الكهوف في العالم، والتجربه الفريده هنا انك تركب مركب صغيره جوه الكهف وتتمشى وتتجول جوه الكهف. بجد احساس خيالي. وبجد الكهف ده من الاجواء الحلوه جدا اللي ممكن تعملها، وما ينفعش تبقى في مايوركا وما تجيش هنا. تجربه مش ممكن تنساها، ولو بتحب تستمتع بالمناظر هتلاقي نفسك ماشي وسط دهاليز وجسور وانت بتتفرج على التكوينات الكهف اللي مستحيل هتشوفها غير في كهف زي ده. وبكده نكون خلصنا جولتنا في كهف دراج هنا في جزيره مايوركا، وبنصحك جدا ما ينفعش تكون هنا في الجزيره من غير ما تيجي كهف دراج. هتستمتع جدا بالبحيره وبالاجواء اللي تحت. بجد حاجه تحفه قوي. وما تنساش تعمل لي فولو لو بتحب السفر.